السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا اسود الزمالك ودي اخبار الزمالك وانا منجا ابو شيكا الزملكاوي. بس قبل ما نبدأ يلا بينا نصلي على النبي، ولو عجبتكم الفقرة ادعموا مجهودنا. عاش الزمالك وجمهوره العظيم. استأنف الزمالك تدريباته امس الثلاثاء استعدادا لمواجهة طلائع الجيش. الكاف يدرس بشكل مبدئي إقامة السوبر الإفريقي بين الزمالك والأهلي في الفترة ما بين 15 ل 30 سبتمبر المقبل. بدأ ميران الثلاثاء بعقد جلسة بين الجهاز الفني واللاعبين يتحدث فيها البرتغالي عن بعض الأمور الفنية التي حدثت في مباراة الإسماعيلي الأخيرة، وطالب جوزيه جوميز من اللاعبين مواصلة التدريب بقوة والتركيز استعدادا للمباريات المقبلة. في كأس الكونفدرالية الزمالك الفريق الوحيد المعفي من الدور التمهيدي الأول ويشارك مباشرة في دور المجموعات، بينما يشارك المصري البورسعيدي في الدور التمهيدي. يواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش في تمام 9 مساء الخميس المقبل باستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة 16 لمسابقة الدوري المصري. أحمد سالم المتحدث الرسمي بسؤاله قيل الأهلي ينوي التعاقد مع يوسف أوباما، هل هناك جديد في تجديد تعاقده؟ حتى الآن لا يوجد جديد في مفاوضات التجديد معه، لكن هو لاعب كبير وابن نادي الزمالك، والمدير الفني هو صاحب القرار في عملية التحرك للمفاوضات مع اللاعبين من أجل تجديد عقود اللاعبين. وهناك رغبة وتخطيط في مجلس الإدارة بوضع سقف في رواتب اللاعبين وعقودهم ومن سوف يتمسك بهذا السقف. بالتأكيد المجلس سوف يتمسك به. كشفت صحيفة صدى الكرة العراقية عن وضع اسم مؤمن سليمان ضمن قائمة المرشحين لتولي قيادة سان داونز أحد أقوى أندية القارة السمراء. وحقق سليمان نجاحا كبيرا مع فريق الشرطة العراقي خلال الموسم الماضي، حيث قاده إلى الفوز بلقب الدوري العراقي والتأهل إلى نهائي كأس العراق. أحمد سالم عبر فيسبوك: السؤال هل تعثرت صفقة انضمام يحيى عطية الله للأهلي؟ الإجابة: الزمالك عنده مشكلة في القيد علشان الأقساط اللي لسه ميعادها أصلا ما جاش. انتظم سيف فاروق جعفر ومحمد صلاح في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء الثلاثاء، وجاء ذلك عقب انتهاء الثنائي من البرنامج التأهيلي الذي خضعا له في الفترة الماضية. وشارك الثنائي في الميران بشكل كامل، والذي شمل الفقرة البدنية والتأهيلية والحصة الخططية والتقسيم الفنية. وضع الجهاز الفني برنامجا خاصا لناصر منسي على هامش الميران، وذلك تمهيدا للعودة للمشاركة في المباريات. وانتظم ناصر منسي في التدريبات الجماعية بعدما انتهى من البرنامج التأهيلي، وشارك ناصر منسي في الفقرة التأهيلية والبدنية بجانب الحصة الخططية والتقسيم الفنية بشكل كامل. خاض حراس مرمى الفريق تدريبات فنية قوية خلال الميران، وأدى الرباعي عواد وصبحي ومحمود الشناوي وعمر عبد العزيز مجموعة متنوعة من التدريبات الفنية تحت قيادة لويس فينيستي مدرب الحراس. وخصص مدرب الحراس وحدة تدريبية للتعامل مع التسديدات من مسافات قريبة وبعيدة والكرات العرضية. وحرص لويس فينيستي على منح الرباعي تعليمات فنية متواصلة أثناء أداء الفقرة الفنية. انتظم أحمد فتوح في التدريبات الجماعية، وشارك فتوح في التدريبات الجماعية بعدما انتهى من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الماضية بسبب الإصابة التي كان يعاني منها في كاحل القدم والتي تعرض لها خلال تواجده مع منتخب مصر. وخاض أحمد فتوح الفقرة التأهيلية والبدنية بجانب الحصة الخططية والتقسيم الفنية بشكل كامل. ومن جانبه أكد الدكتور محمد أسامة أن فتوح بات جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات. حازم فتوح وكيل أعمال أوباما: نحن في انتظار عقد جلسة مع مسؤول الزمالك خلال الأسبوع القادم لحسم ملف تجديد أوباما. هو يرغب في الاستمرار مع الفريق. أوباما لديه عدة عروض من دوريات خليجية، وهناك أندية قطرية وإماراتية ترغب في التعاقد مع اللاعب. ليس هناك أي مفاوضات بين أوباما والأهلي، ولا يوجد تواصل مع أي مسؤول من النادي الأحمر معي بشأن ضم اللاعب أوباما. وأوباما زملكاوي ولن يلعب في مصر إلا للزمالك، ومن المستحيل أن ينتقل إلى الأهلي. أشهر ترافيس موتيبا لاعب الزمالك اعتناقه الديانة الإسلامية بعدما كشف عن ذلك زملائه في الفريق التونسي حمزة المسلوسي ومحمد أشرف رؤى. نشر حمزة المسلوسي صورة تجمعه بموتيبا عبر إنستجرام وعلق قائلا: مرحبا بك في الإسلام يا أخي. محمد أشرف رؤى قام بتهنئة موتيبا بعد اعتناقه الدين الإسلامي، ونشر صورة تجمعه باللاعب وكتب عليها: مرحبا بك في الإسلام يا أخي جمال. أحمد شوبير: منذ أكثر من يوم ذكرت أن الزمالك يفكر في ضم جوزيف جوناثان، لكن ظهرت معلومات جديدة تشير إلى وجود مشكلة في قيد اللاعبين بالنادي. سبق وأن أبرم اتفاقا مع خالد بوطيب، لكنه لم يسدد سوى القسط الأول من قيمة الصفقة، بينما يتبقى باقي المبلغ على مدة سنة. هذه الأزمة المالية قد تعيق قدرة الزمالك على قيد جوناثان، على الرغم من أنه لاعب جيد ولا يعد ضمن حسابات النادي الأهلي.
بس كده هي دي كل الاخبار اللي كانت معانا النهارده عن نادي الزمالك. اتمنى الفقره تكون خفيفه على قلبكم. ادعمونا بلايك الفيديو، سبسكرايب للقناه، ومتشكرين جدا على دعمكم. لو عندكم اي ملحوظه سيبوها لنا في التعليقات. سلام.